المنشد الصاعد بدوي سعيد، صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، اهلا بحضرتك. الحمد لله. بقالك قد ايه في مجال الانشاد الديني؟ ده يعني داخل على سنتين. بدأت يعني اتوغل في مجال الانشاد والابتهالات وكده، وبفضل الله يعني كنت مطرب، ولكن بدأت ان انا ابقى في مجال الانشاد في هذا من منذ سنتين يعني. ايه اللي شجعك، ايه اللي شدك لمجال الانشاد الديني؟ اللي شدني انه مجال حر جدا بصراحه، بالذات الابتهالات، ان انا مش مقيد ان انا لازم اقول لحن معين. انا ممكن اي كلمه جميله اسمعها استحسنها، اعملها على مقام معين اقولها، بس خلاص هي كده عجبت الناس، مش محتاجه ان انا افضل ادور لها على لحن بقى يناسبها او كده. اكيد طبعا حضرتك منشد او مبتهل بقالك سنتين، اكيد تعلمت من كبار المبتهلين والمنشدين المصريين العظماء. مين اكتر حد الهمك؟ في كتير طبعا، مولانا الشيخ سيد النقشبندي، مولانا الشيخ محمد عمران، مولانا الشيخ طه الفشني، مولانا الشيخ ناصر الدين طوبار اولهم طبعا، وكتير جدا طبعا، ما اقدرش انسى حد، كلهم اساتذتنا. طيب هتسمعنا ايه النهارده؟ رمضان جاء فطابت الايام، رمضان جاء فطابت الأيام مني مني إلى الشهر الفضيل سلام، مني إلى الشهر الفضيل سلام. وترى الجموع وترى الجموع وترى الجموع به يجملها التقى، ويزين أهل الله فيه صيام. شهر سما بالمؤمنين إلى العلا، واعتز من نفحاته الإسلام، وكفانا فخرا ليلة القدر التي لم تأتنا بنظيرها الأيام. الله 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 الله، جميل. عايز اعرف من حضرتك بقى، انت بتتدرب ازاي على صوتك ان هو يفضل دايما محافظ على المقامات؟ والله طبعا على فكرة ألف به مقامات أو ألف به تدريب بإنشاد غنى عزف. السماع قبل أي حاجة طبعا، ودني تكون كويسة، ودني بتسمع كويس قبل ما يعني طبعا الصوت مهم، ولكن هي الودن مدخل اللي هي بتلقن الصوت للحن. فأنا لازم أكون ودني سليمة، بسمع كتير، يكون عندي ثقافة سمعية ومتسعة جدا، طول الوقت بسمع. مش لازم يكون طول الوقت بقعد اسمع اغاني طويلة مثلا او ابتهالات طويلة، بس على الاقل من كتر التدريب ودني بتلقط.
وطبعا تمارين النفس دي حاجة لازم نحافظ عليها. طبعا انا بتدرب مع المايسترو الكبير الاستاذ نور البسيوني من زمان جدا، فهو بوجه له احلى تحية من خلالكم هنا. فهو صراحة يعني معايا خطوة بخطوة وبيختار معايا. وطبعا عندنا في البيت على فكرة بيختاروا معايا برضو الاناشيد وكده، وبيقولوا لي دي تنفع لك دي لا. فايه، وفي اصدقاء ليا برضو معايا في نفس الموضوع ده. فانا برضو بهتم براي الناس، مش ان انا الموضوع ده كويس حلو على صوتي فالانشوره حلوه على صوتي اقولها. برضو باخد اراء الناس اللي حواليا، عشان طبعا ايه، اعرف ان انا مش مرايه نفسي، او انا مش بشوف نفسي عامل ازاي. فانا لازم اشوف غيري بيشوفني ازاي. انت بتبدع في اللون اللي هو الابتهالات مقام السيكا مثلا، فاركز عليها بجانب الحاجات التانية. انا ببدع في مقام الحجاز مثلا بجانب الحاجات التانية، المقامات التانية اللي هي الاناشيد الابتهالات التانية ايه، اللي بتكون في مقامات مختلفة. ولكن يعني دي حاجة طبعا لازم كل منشد يواظب عليها ان هو يسمع كتير. دي نصيحة يعني طبعا يعني بعيدا عن سؤال حضرتك، نصيحة لكل منشد وكل مبتهل كل مغني كل قارئ قرآن: يسمع 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 يسمع، ويسأل دي ايه، اللي يسأل متخصص، يسمع ويتابع مع متخصص عشان يبقى ماشي على خطة صحيحة.